سقط شهداء وجرحى على يد العسكر لأننا نريد مصر الدولة المدنية وليست العسكرية البوليسية. وقد جاء انقلاب العسكر الأخير على الرئيس المنتخب رئيس مصر الثورة، وإن اختلفنا معه في بعض المواقف وبدعم ممن انتسبوا زورا لثورة 25 يناير ومعهم داخلية الدكتاتور ومجموعات فساد النظام القديم. وهنا انتفضنا نحن مجموعة من شباب ثورة 25 يناير من أجل مصر المدنية التي قامت من أجلها ثورتنا، واتفقنا باعتبارنا ممثلين وأعضاء ببعض الائتلافات والحركات الثورية الشبابية على العمل تحت مظلة واحدة أطلقنا عليها تنسيقية شباب الثورة، واجتمعنا متفقين على 5 مبادئ رئيسية. 1. إن ثورة 25 يناير هي الثورة الوحيدة المعبرة عن الشعب المصري الذي نزل بالملايين للإطاحة بنظام الدكتاتور المخلوع. 2. الرفض الكامل للانقلاب العسكري وما تلاه من إجراءات من كبت وقمع للحريات وتعدي على الحقوق الإنسانية والسياسية، وسوف نعمل لإسقاط هذا الانقلاب ومحو آثاره. 3. تلتزم التنسيقية بالعمل على إسقاط الانقلاب بالمقاومة السلمية. 4. تؤمن التنسيقية أن الآليات الديمقراطية هي الكفيلة بالتعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية، وأن عهد الانقلابات قد ولى ولن يقبل أحد بالعودة إلى الوراء وفاء لهذا الوطن ودماء الشهداء. 5. حق الشهداء والقصاص من القتلة مطلب أساسي لا يصح تجاهله أو التغاضي عنه، وستبقى التنسيقية ومكوناتها شوكة في حلق الانقلابيين، وسنطاردهم في كل مكان من خلال فعاليات وأساليب مفاجئة حتى يتم الإعلان عن فشل انقلابهم الغاشم والنزول على الإرادة الشعبية. حفظ الله مصر وطنا وشعبا وثورة. الموقعون على التنسيقية: شباب ضد الانقلاب، حملة رفض، مستقلون ضد الانقلاب، شباب حزب الوسط، شباب حزب العمل، حركة شباب 6 إبريل ضد الانقلاب، اتحاد شباب الثورة، طلاب ضد الانقلاب، حركة أحرار 6 إبريل، ائتلاف المنسحبون من التيار الشعبي، حركة مجموعة الجنوب، حركة مصر وبس، أزهريون ضد الانقلاب، حركة لم الشمل، وأخيرا عفاريت ضد الانقلاب. شكرا، السلام عليكم. شكرا. يعني بعد استمعنا إلى بيان التنسيقية، كما اتضح من البيان ان المجموعات الحركات اللي موجودة بالتنسيقية هي كلها مجموعات حركات شبابية مستقلة، كان الهدف منها انه احنا نشتغل تحت مظلة واحدة من اجل هدف واحد، وهو العمل على يعني الانقلاب العسكري، انه هو ده انقلاب ليست ثورة، وان الثورة هي ثورة 25 يناير، وذلك ما تم التأكيد عليه في البيان. والآن نستمع الى بعض ممثلي الحركات الموجودة بالتنسيقية، ونبتدئ بائتلاف المنسحبين من التيار الشعبي مع الأستاذ حسن فودة. السلام عليكم. باسم ائتلاف المنسحبين من التيار الشعبي المصري، نرفض الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية، وندين وبشدة اغتصاب الحقوق الديمقراطية للمواطن المصري، وندين وبشدة الاعتداء على ثورة 25 من يناير وما حققته من انتصارات. كما ندين موقف التيار الشعبي المصري وقيادته المتمثلة في الأستاذ حمدين صباحي مما يحدث في مصر في الآونة الأخيرة من اعتداء على المتظاهرين السلميين وقتل الروح الديمقراطية في مصر. كما ندين وبقوة منع الأخت الشقيقة ورفيقة الكفاح في القضية العربية الناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان من دخول بلدها الثاني مصر